السلام عليكم مشاهدي ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غندير نشارك معكم الطريقه ديال الدجاج بالتغميره. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الصدقه بسيطه، تنحمدوا الله وتنشكروه ملي با داير واحد الحادثه ومنع الحمد لله خرجوا الامور ديالو بخير وعلى خير، وبغينا نديرو هاد الصدقه. الله يتقبل منا يا ربي. بقاو معايا تشوفوا الطريقه ديالي كيفاش دايره. عندي هنايا الهريسه، ها هي دي، وعندي هنايا القزبر اليابس والعطريه ديال الدجاج، ها هي دي، وعندي هنايا قعقله وبسيبيسه، ها هي دي، وعندي جوج ضمات ديال الزعفران والخرقوم وسكينجبير وشويه د البزار. عندي هنايا الثومه، هي دي، شرموله ديال 15 دجاجه ديال الهريسه، الزيت البلديه ما نديرها حتى الاخر، هي والسمن. الدجاج ديالي مغسول بالملحه والحامض، هو هذا. نبقى مع الفيديو، ما تمشيو فين حتى الاخر. نسالي الشرموله ونرجع معكم. هاد الدجاج ديالي بعد ما شرملتهم، والعطريه اللي درت في الدجاج هي درتها في الطنجره. نهز الماء والطنجير، هاد المرقه هذه ديال الدجاج غنهز منها واحد شويه، نديرو البصله ونديرها في الطيب، بعدا في الكوت واحد شويه حتى طيب، عاد نرجعها نديرها تغمر. الدجاج ديالي هو طاب، ها هو هذا. بعد ما طابت شويه البصله في الكوكوط، رديتها في الطنجره في هذاك الماء ديال المرقه ديال الدجاج. دابا غنزيد لها الزيت البلديه والسمن وشويه د الهريسه، ونبقى نحرك حتى كتغمر ليا البصله ديالي. المهم التغميره ديالي هي دي، كتبانش مع البخار حتى كطيب البصله مزيان، حتى كيبان فيها كطلع فيها الزيت. الا ما تعرفوا البصله باللي طابت حتى كتبان فيها الزيت. عاد كنلوحوا الكبادي. الكبده عندي طايبه، ها هي دي الكبده عندي طايبه، كنقطعها صغيره وغير كنلوحها صافي. كنديها ونجيبها باش ما كتذوبش، هي عندي مسلوقه مزيان. كنديها ونجيبها وكنطفي صافي، تكون التغميره واجده.
ديالي هي دي وجدات، هي دي تبارك الله. الدجاج هو كيتحمر، ها اللي محمر ها اللي باقي. ايوا هاد الماكله ان شاء الله غطيب هنا، غطيب في مدينه وتكال في مدينه، سبحان الله العظيم. غنساليو وغنمشيو ان شاء الله، يوصلنا بخير وعلى خير. حنا وصلنا فين جايين دابا ان شاء الله، حنا دابا وصلنا. هانتوما غادي تشوفوا الضياف اللي جبت لهم الماكله من ديك البلاد حتى لهنا. والله الا من ربكم وعليك تعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء
الله.